ليه وازاي وامتى؟ لو لقيت انك بتسأل نفسك الأسئلة دي يبقى انت محتاج تقعد وتسمع البودكاست ده، يمكن تلاقي إجابة على أي سؤال انت بتسأله لنفسك. أنا مايرا شاط، ودي تاني حلقة من بودكاست عندك واحد نطق وصلحه. هي الناس شايفاني ازاي؟ دايما بتسأل نفسك السؤال ده صح؟ مهما حاولت تبين ان مش فارق معاك كلام الناس ولا رأيهم، وبتفضل تمثل على نفسك طول اليوم ان كلامهم بالنسبة لك مش مهم، بس بتيجي في نهاية كل يوم لما الأوفر ثينكينج يشتغل تسأل نفسك السؤال ده، وبتبتدي انت اللي تقيم نفسك معاهم، وبتدخل في صراع مع نفسك لحد ما النوم يتكرم ويغلب عليك. هل انا لما عملت الموقف ده مع فلان فكر فيا ازاي؟ هل فلان شافني وحش وقال لي الذوق، ولا عادي اصلا ما خدش باله وما فرقش معاه؟ وبتدخل في صراع تاني، هل انا اصلا محور الكون والناس مركزة مع تصرفاتي ولا لا؟ معلومة بس صغيرة، بس انت فعلا مش محور الكون. نو اوفنس والله، بس فعلا محدش محور الكون. اتكلم باسلوب احسن من كده. اتكلم باسلوب احسن من كده. المهم بقى ان دماغك بتفضل تدخلك في صراعات انت مش عارف تطلع منها، ما بتبقاش عارف توصل لإجابة الأسئلة دي. اخلصي بقى. في فترة ما كده في حياتك انت بتبقى لسه مش فاهم نفسك، ولا عارف انت بتعمل ايه ولا فين. انتوا ايه واحنا مين ودول ايه فكلام الناس بيبقى سهل قوي انه يأثر فيك، قادر يخليك يا فوق قوي يا تحت قوي، غالبا هو اللي بيبقى بيحركك. يعني مثلا لو بدأت تاخد خطوة في حياتك، لو ملقتش الدعم والآراء المعينة اللي انت منتظرها هترجع خطوة تاني لورا، كأن الناس هي اللي بتحدد لك خطواتك. ما عادي، انت اصلا كده مش فاهم انت هنا ليه، بيبقى في مخيلتك، اكيد هم أدرى. المرحلة دي بيبقى لازم الشخص اللي بيتعامل معاك يبقى حريص قوي في رأيه وكلامه معاك. لو طلعت من المرحلة دي من غير خسائر يبقى انت وحش والله. بس ما تفتكرش ان كلام الناس مش هيبطل يأثر فيك، هو هيأثر فيك بس مش بنفس النسبة. المرة دي انت هتاخد الخطوة لوحدك من غير رأي حد، لانك خلاص وصلت لمرحلة كده من النضج والاستقرار النفسي، انك بقيت عارف انت عايز ايه ومكانك فين. هتفضل تاخد في خطوات سريعة ولا كأنك شايف حد ولا همك حد، بس برضه هتبقى منتظر لرأيهم، وهتفضل بتفكر هما شايفينك ازاي دلوقتي. يا ابوك اسكت. في ناس تانية بقى بترفض تكون على طبيعتها عشان خايفة من رأي وأحكام الناس عليها، فبتختار ان هي تعيش بشخصية تانية مش شبهها لمجرد ان هي تواكب الأجواء اللي حواليها. انت متخيل ان تأثير الناس مهم بالنسبة لك لدرجة ان انت بتختار مستقبلك وشخصيتك على حسب رأيهم هيبقى ايه فيك؟ دي اللي هيجيب لي جلطة، ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. وفي ناس تانية بقى بتحب تواكب العصر كله، فبتغير ستايل حياتها كلها محاولة منها انها ما تبانش كرنج. المشكلة ان في ناس في مخيلتها ان هي كده بتتفادى الآراء السلبية. هو عامة انت مهما حاولت مش هتسلم من الكومنتس السلبية، يعني ولا هتعيش بشخصيتك وطبيعتك الحقيقية اللي انت بترتاح فيها، ولا برضو الناس هتسقف لك وتقولك برافو. على الريمونتادا اللي اتعملت على ابنك ياما. تيجي نتكلم جد؟ انا مش هقولك كلام كليشيه ولا كلام تنمية بشرية، ان بلاش كلام الناس يأثر فيك، او ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك. دي طبيعة بشرية، انت كده هتتأثر، انت مش عايش لوحدك، انت عايش وسط ناس، فطبيعي رأيهم او على الاقل رأي الناس القريبة منك هيبقى مهم وهيأثر فيك. عشان كده حاول تحوط نفسك بناس تساعدك انك تشوف نفسك كويس وحلو. آراء الناس السلبية كده موجودة، ولكن لما تتقال وانت متحوط بناس بتحبك ساعتها ممكن تتقبلها منهم، وهتفهم انهم عايزين مصلحتك. اما بقى بالنسبة للناس اللي بتتطفل وتقول رأيها من لا شيء، فما تستناش انهم هيبطلوا، لان برضو دي طبيعة بشرية، الكل بيحب يدي رأيه حتى لو مش مطلوب. فانت حاول ما تعتمدش غير آراء الناس اللي تهمك في حياتك. وفي النهاية أنا مش هقدر برضه أقولك إنك هتبطل تفكير، بس على الأقل هتبقى فاهم في الآخر ده طبيعي، ودي كلها دايرة كلنا بنلف فيها. حتى اللي بيديك كومنتس سلبية في حد تاني بيرميله نفس الكومنتس، وبرضه بيجي في آخر اليوم يجلد ذاته زيك بالظبط. وهرجع أفكرك تاني، محدش محور الكون ومحدش مهتم، إحنا كلنا هنا في رحلة، فحاول تتبسط. وفي النهاية يعني لو حابب أو عاوز شوية نضج تاني، أو عندك شوية أسئلة مش لاقي لها إجابة، يمكن مش أكيد تلاقي لها إجابة في البودكاست ده، يبقى استنى الحلقة الجاية. على فكرة انت دلوقتي تقدر تسمعني على اليوتيوب وسبوتيفاي وأنغامي وأبل بودكاست وكمان بوديو، فملكش حجة يعني. يلا أشوفكم الحلقة الجاية.